احد نجوم الزمالك كابتن محمود فتح الله. الو كابتن شوبير، ازي حضرتك؟ ازيك يا فتح الله؟ ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ وحشنا يا فتح الله، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب، وسلامات للكابتن محمد سيف. كل سنه وحضرتك طيب يا محمد. وانت طيب يا محمود، ربنا يبارك فيك. محمود، اظن انت النهارده مع الاحتفاليه دي، وانت بقالك دلوقتي 3 سنين في الزمالك، اظن شعرت طبعا انت حاسس من زمان، بس شعرت بقيمه هذا النادي من خلال هذا الحضور وهذه الاحتفاليه يا محمود. اصل بقالي 5 سنين يا كابتن في النادي. 5؟ بقالي انا الزهايمر اللي ضربنا انا بقى، معلش يا محمود. وطبعا يعني احنا قبل ما ننضم حتى لنادي الزمالك عارفين قيمه نادي الزمالك. طبعا وقد ايه جمهور نادي الزمالك جمهور كبير في مصر او بره مصر. نعم. ولما جينا الزمالك وطبعا حسينا بالموضوع ده اكتر يعني. نعم، لان النهارده يعني الفرقه ما بتكسبش ومع ذلك هذا الجمهور الحاشد اللي حضر النهارده يا محمود للاحتفال باسم الزمالك، بتاريخ الزمالك، بكيان الزمالك، بيحملكم مسؤوليه كبيره جدا يا محمود الحقيقه. والله يعني هو يعني جمهور الزمالك دايما افضلوا علينا يعني. حتى لما بنبقى ماشيين كويس ماتشات مثلا لما متوقعين مفيش جمهور، فالجمهور بيبين ان هو موجود وبأعداد كبيره. فطبعا ده اللي عارفين يقولوا ان النهارده هو جمهور عظيم، جمهور محترم بيحب ناديه جدا بغض النظر عن النتائج. نفسنا طبعا النتائج تبقى على طول كويسه ونفسنا نسال الناس دي، لكن يعني هتكسب وهتخسر وهتعادل اكيد. فطبعا بنتمنى طبعا نسال الجمهور ده والسنه دي ربنا خير علينا ونلعب بشكل اكيد. محمود برضو من النهارده بتقول انا كمان عايز اعمل تاريخ زي النجوم الكبار اللي عملوا التاريخ، وبتكرم النهارده، ومن حقك بعد سنوات طويله ان شاء الله يبقى في تكريم وتبقى سعيد والناس بتهتف لك وبتغني لك يا محمود. اكيد طبعا يا كابتن، واحنا طبعا من غير احنا محظوظين يعني. محظوظين كجيل اللعيبه اللي موجوده النهارده موجودين في نادي الزمالك، محظوظين انهم موجودين بيوم زي ده وبيلعبوا ماتش مقاويين نادي الزمالك. المباراه واخدينها جد. الكابتن حسن يعني واخد المباراه بطابع جدي ولا بطابع تكريمي مهرجان النهارده يا محمود؟ ايه يا كابتن؟ المباراه متاخده جد كمباراه جد ولا متاخده شكل تكريمي النهارده؟ لا، التكريم قبل الماتش، بس بتنزل الماتش 90 دقيقه بتحاول تاخدها بشكل جدي. اللعيبه يعني من الاجواء وحضور الجمهور غصب عن اللعيبه لازم تاخد الماتش بشكل جدي وتعمل ماتش محترم، لان الماتشات دي دايما التاريخ بيذكرها يعني. نعم. احنا بنفتكر ان مش عارف من 60 سنه الزمالك لعب مين والاهلي لعب مين. صحيح. اوروبيه وعملوا نتائج. نعم. النتائج دي دايما التاريخ بيذكرها، فاكيد ان شاء الله هنعمل ماتش كويس واللاعب الموجودين النهارده يعملوا ماتش كويس ان شاء الله ويبقوا عند حسن. هتطلعوا من الملعب على المعسكر على طول تاني؟ ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله. محمود فتح الله اشكرك، ودايما يا رب بالتوفيق باذن الله عز وجل. خلينا نكمل الناس تاريخ